تسعى وزارة الثقافة لتقديم التنوع الثقافي المنشود. أقيم الملتقى الدولي للمأثورات الشعبية. الصناعات التقليدية البسيطة دي هي ممكن نغزو بها العالم، لأن احنا عندنا مخزون معرفي وثقافي كبير قوي قوي قوي. فلو استغلناها كويس ودربنا الناس كويس وساعدناهم بان احنا نجيب لهم خامات كويسه ويقدروا يبيعوا حاجتهم باسعار معقوله، وان هم ممكن يحصل تدريب وتصنيع داخل البيوت، ده يخلي المجتمع ستات ورجاله يشتغلوا بدون ضغوط وبدون ما يخشوا في عمليات صناعيه كبيره معقده. يأتي الملتقى تحت عنوان دور الصناعات الثقافية في صون وتنمية المأثورات الشعبية. حاجة مهمة جدا ان احنا نفهم ان القيم الثقافية ما هياش بس قيم تاريخية او قيم جمالية، لازم نفهم ان التراث الثقافي له قيم كتيرة جدا معنوية وروحية، ولازم يبقى في توازن بين القيم المختلفة. ما ينفعش نركز على قيمة على سبيل قيمة اخرى، فلازم يبقى في توازن في احترام القيم المختلفة. الحرف التقليدية سواء في صعيد مصر او في اماكن تانية حقيقي ان هي بتتعرض لاخطار وتهديدات، لكن كمان هي عندها اساليب للبقاء وللاستمرار ومستمرة اكتر ما كتير من الناس فاكرة، وفي تغييرات بتحصل ودي حاجة طبيعية. مش لازم نتخض لما نلاقي حاجة احنا متعودين على شكلها بقى شكلها حاجة تانية او اختفت خالص. في حاجات خلاص يمكن آن الأوان ان هي تتنقل للمتحف. يهدف الملتقى إلى الحفاظ على المأثورات الشعبية وتنميتها، وذلك من خلال الصناعات الثقافية، حتى نحافظ على تلك المأثورات كتراث شعبي مميز، خاصة لأبناء الصعيد. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم و10 الصبح. والحفاظ على الموروثات الشعبية ده كان هدف من أهداف الملتقى الدولي للموروثات الشعبية، واللي شفنا تقرير عنه حاليا. سعدنا ان احنا نلتقي على الهواء مع دكتورة نوال المسيري، أستاذ في الأنثروبولوجي الثقافية. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. دكتور، ايه الهدف من هذا الملتقى؟ يعني هل حققتوا الهدف اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوه من خلال الملتقى ده؟ يعني اقدر اقول لك ان الهدف اكثره اعلامي، يعني ان نوري الناس احنا بنعمل ايه، وان الثقافه اصبحت دلوقتي لازم تاخد الرياده بعد التجارب اللي مرينا بيها، وبصينا لقينا الناس يعني خدت الناس البسطاء وابتدت تلعب في مخها، فحصل التخلف اللي حصل اللي مرينا بيه في ال30 سنة اللي فاتت. يعني لما جه الحكومة الإخوان وخدوا الحكم كملوا هذا الاتجاه، وأصبح إن التخلف ده بيخش في الاقتصاد، بيخش في السياسة، بيخش في الدين. فالمفروض إن أي عمل مؤسسي أو أي عمل في البلد يبقى الثقافة عينها عليه أو هي بتغذيه، علشان الأول تصحصح المخ، وفي نفس الوقت ما نخشش في عمليات تخلف. وده العالم كله ابتدى يمشي في هذا الاتجاه، إن الثقافة تاخد الريادة. ده بعد ما كانت الثقافة في مصر كوزارة ثقافة هامشية، يعني وزارة هامشية، دلوقتي ماشية في اتجاه انها تبقى في طريق السليم، وانها تقوم بدورها الحقيقي، انها تعرف الناس وتمحي التخلف اللي كان حصل. فيعني في ظل القيادة الجديدة لوزير الثقافة، يعني انسان مثقف جدا جدا يعني ومتفاهم ونشط، منشط الامور. المؤتمرات اللي بتتعمل دلوقتي كتيره قوي، عماله تحصل مؤتمرات، مش عارفه اخبار اليوم عملت مؤتمر،
في نفس الوقت اللي المجلس الاعلى للثقافه كان عامل مؤتمر كله بيصب في نفس الاتجاه بتاع الصناعات الثقافيه. والصناعات الثقافيه هي مفهومها ان كل الصناعات اللي بتتعامل وبتبقى مبني اساس شغلها على المخزون التقليدي اللي عندها. فلذلك بنلاقي السينما والحرف والفنون والعمارة اللي بتتاكل او بتاخذ المعلومة بتاعتها من التقاليد او جزء منها مبني على التقاليد بنسميها صناعات ثقافية. اعتقد انه في كل دول العالم الصناعات الثقافيه او اللي ليها علاقه بالتراث والحاجات الشعبيه بتبقى غاليه، يعني بتبقى ليها قيمه، بتبقى حاجه الناس بتبقى حريصه دايما ان هي تشتريها لما تزور البلاد. واهم ما بيميزها كمان اللي بلاحظه يعني لما بروح في دول في العالم ان هي كمان جود كواليتي، يعني مش بس شيء تراثي ولكنه على اعلى جوده، في نفس الوقت خامات بتبقى بسيطه جدا ولكن مثلا الفينشنج بتاعه بيبقى حلو قوي. هل ده احنا وصلنا لهذه المرحله؟ ما هو بقى الدور بتاعنا بنقول الصناعات الثقافيه والتنميه. نيجي بقى لحته التنميه. حته التنميه هي الوصول بهذه الحرف المصريه بانها تبقى الكواليتي بتاعها كويسه، الجوده بتاعتها مهمه. اكمنها كانت مهمله ومحدش يعني اصل ايه، علشان السايح او الاجنبي يشتري لازم المصري يشتري، لان المصري هو اللي هيفهم الكويس من الوحش. انما اما نخليه يبقى علبه صدف مبعككه كده ومش حلوه، اللي هيفهم ده المصري. انما الاجنبي هياخد اي حاجه وتبص تلاقيها قشرت وطلعت وبقت مش كويسه. فاولا لازم نثقف المصري على تنميه هذه الحرف، وبعدين نوجد سوق لها خارجي ونحسن الجودة بتاعتها والمنتج ويبقى مجزية للعامل اللي بيشتغلها. يعني لما يكون العامل بيشتغل في ظروف مش كويسة وظروف ضعيفة مش هيطلع منتج كويس. يعني شغال بلمبة صغيرة كده هو ما عندوش إضاءة، طب تحكميها ازاي ان هو يطلع حاجات دقيقة كويسة وهكذا. يعني فاحنا لازم نهتم بالحرفي او العامل اللي بيشتغل مع جودة المنتج وتسهيل الامور له يعني. طب حضراتكم بتنشروا الفكر ده ازاي؟ يعني بتعمموه ازاي؟ احنا بنشتغل في ارض الواقع، مش قاعدين كتب مش عارفه ايه. انا عايزه اعمل تنميه، انزل بنفسي في القريه اللي هعمل فيها تنميه واتكلم. بتختاروا القرى مثلا، بتعملوا دراسه على القرى دي؟ احنا عملنا كذا دراسه على القرى. يعني مثلا في قريه شندويل في سوهاج انا ابتديت فيها بتكليف من المجلس القومي للمراه، كانوا عايزين ينموا حرفه التلي. فرحت عشت معاهم هناك وقعدت معاهم وابتدينا. كان في عندي مثلا 12 بنت بتشتغل او اقل من 20 بتعرف التل ده، فقعدنا نشتغل مع بعض ونشوف. عملنا دورات تدريبيه ما سبناهمش وجدنا لهم اسواق. اصبحوا ان هم ال 300 دي في ظرف سنتين ثلاثه بقوا 1000 بنت. 1000 بنت بتبيع تلي في 1000 اسره بتساهم في دخل الأسرة دي اللي هي كل واحدة متوسطها مكون من 5 أنفار. فالبلد كلها اتشكلت، يعني البلد اتغيرت. المرأة هناك ابتدت تحس بكيانها، بقت عنصر مهم في الاقتصاد بتاع الأسرة. لما يبقى كل قرية فيها كده هتساهم الصناعات دي هي في الاقتصاد الوطني، الاقتصاد القومي بتاع البلد. وده اللي احنا بنهدف إليه، لأنه حضرتك تلاحظ ان احنا مصر في الحاله الاقتصاديه بتاعتها الحاليه اولا ما عندهاش الملاءه الماليه انها تخش في مشاريع صناعيه كبيره ضخمه تستوعب زي طلعت حرب ما عمل 30,000 عامل في المحله الكبرى ومش عارف ايه. ما فيش عندنا، يعني احنا طالعين من ضعف، يعني ما فيش حاجه زي كده. فالاعتماد كله على الصناعات الصغيره والمتوسطه والحرفيه.
فلم احنا نمينا ده، في بلاد كتيرة قوي 60 او 40% من دخلها جاي من الحرف التقليدية. صحيح. فلو احنا زقينا ده اولا هيبقى موائم للبيئة والفكر بتاع الارياف وبتاع، يعني الست في الصعيد مش عايزة تخرج قوي او تسافر او تروح تشتغل بره، فلما تجيب لها نول او تشتغل برودري في بيتها هتنتج. فلازم احنا يعني التدريب والابروتش اللي ناخده علشان ننمي هذه الحرف يكون في موقع الحرفة، في موقع المجتمع اللي احنا عايزين ننميه. ف يعني انا بعتقد ان احنا لازم نختار القرية اللي نختارها عشان نشتغل فيها، لازم تبقى قرية مشهورة بتراث ما، بحرفة ما، لها حاجة في التراث بتاعها والتراث المعرفي بتاعها تخليها يعني تلعب بيه بقى. يعني ايه، بتقول لهم ده حاجتكم، ده بتاعكم، ده انتوا اما بيتشهروا بيها. يعني احنا عندنا القرية بتاعت شندويل دي كانت معروفة زمان بالبصل الشندويل، لانه كانوا بيزرعوا بصل مش موجود في مصر. دلوقتي بقت معروفة بقرية التلي. فشوفي تتخصص في حاجة. شوفي بقى دي تعمل فيها وفي الناس اللي فيها ايه وفي اهلها ايه كل الحاجات دي هي صح. يعني احنا لازم ناخد النماذج الناجحة دي ونلقي عليها الضوء وتبقى ظاهرة جدا للناس علشان يقتنعوا بيها ويقرروها. لو على ذكر المثال برضه اقول لحضرتك مثلا دمياط اشتهرت جدا بصناعة الاساس والجبن والالبان وبقت تصدر. يعني ما شاء الله مثال يعني جميل جدا جدا. بالظبط. يعني اما تشوف الحته اللي هي مهمه في بلد ما وتبني عليها بتخطي نص المشوار. صح. عن ما تاخدي يعني مثلا يجي يقولوا لي ايه عايزين نعمل مركز تدريب للتلي في القاهره، قال لهم ما ينفعش، انتوا بتنزعوه من البيئة الطبيعية وهو بيشتغل على حاجة تراثية وفيها غرزة، والغرزة مش مجرد رسمة اي رسمة، لا دي رسومات كلها تراثية، ايش المشط الفرعوني وحاجات تانية يعني مهمة. برضو في اخميم في الحرير، صناعة الحرير ابتدينا نشتغل على صناعة الحرير، ده تراث بتاع اخميم كان معروف ولحقناه وفي كام واحد لسه بيشتغل. فطبعا عامله. حضرتك حاسه ان في دعم للافكار دي من الدوله ولا بتعتمدوا على نفسكم كتمويل احنا مش بنعتمد على منح خارجيه، انما الدوله دلوقتي عندها استعداد انها تتعاون معانا وتتعاون مع ناس كتير، يعني هم عايزين اللي يسند معاهم الحقيقه في هذا الاتجاه يعني. بس اللي يعرف السكه واللي يعني في فلوس كتيره بتترمي في التدريبات وفي الحاجات زي كده، بس لازم يبقى الناس عارفه هي هتعمل ايه. فانما ان شاء الله يعني الامور هتمشي، وطالما في احساس باهميه الثقافه خلاص يعني مش. ازاي نعيد الثقافه للمصريين زي زمان ويبقى لينا دور فعلا مهم للثقافه في حياتنا اليوميه؟ ازاي المواطن المصري يهتم بالثقافه تاني؟ ازاي نخليه يعمل كده؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه، انا في المؤتمر ده عملنا نتيجه يعني. النتيجه دي مكتوب على الكفر بتاعها ايادي مصريه تتلف في حرير. كل صفحه فيها ايد بتعمل حرفه ما، وتحت الحرفه في مثل. الايد البطاله نجسه مثلا 12 مثل. حاجه بسيطه انما انت بتغذي الثقافه التقليديه. ومش كل الثقافه التقليديه يعني نمبر 1 وانها مؤثره قوي، في حاجات برضو متخلفه. فابعد ده وامسك الحاجات اللي هي المثل اللي ينفعنا ناخده والمثل اللي ما ينفعناش نسيبه نبعد عنه. فيعني عايزه شويه واهتمام بالمدارس الصناعيه دول يعني مهم جدا جدا، لانه ساعه ما الشخص بيتعلم برضه بتبقى خطوه تعليميه كويسه. واحنا عندنا كتير من الشباب والشابات بيشتغلوا يعني وبيبقى عندهم
يعني راغبه ان هم يشتغلوا وهم في سن صغير، سواء هم في المدرسه او طلعوا طبعا للاسف الشديد من المدرسه ودخلوا في اي شغلانه او مهنه. المشكله عندنا ان هم مش بيتعلموها على اسس، يعني تلاقيه مثلا دخل في النجاره شويه بعدين سابها ودخل في مش عارف ايه بعد كده شويه، فبالتالي ما بيبقاش شاطر في المهنه اللي هو مثلا عايز ان هو يمتهنها او الصناعه اللي هو عايز يشتغل فيها، لانه بيتنطط من مكان لمكان بيدور على فرص الشغل او لقمه العيش. نقدر ان احنا نتغلب على ده ازاي، او نقدر ان احنا مثلا نخلي الشباب دول والشابات يبقوا متخصصين في نقطه معينه او في حاجه معينه ويتميزوا؟ نقدر نعمل الموضوع ده ازاي؟ شوفي انا هقول لحضرتك حاجه يعني، وانا برضو بقولها وانا عارفه ان ممكن اهاجم فيها. يعني احنا عندنا التعليم ضعيف ومش ممكن هيتصلح في شهر ولا اتنين ولا في سنه او سنتين. ففي التسرب من المدرسه كتير جدا جدا. المتسربين دول كنت تشوفيهم واقفين على كوبري قصر النيل او في عند التحرير كمجموعات مستنيين حد يديهم قرش عشان يمشوا في المظاهره. هذه المتسربين دول لو انا خدتهم وحطيتهم في مصنع واشترطت على صاحب المصنع انه يعلمهم، يديهم محو اميه يحل محل المدرسه اللي هم سايبينها والمدرسه مش قادره عليهم، يديهم محو اميه، اولا هينشغلوا، هياخدوا اجره كويسه، هيبقوا عنصر مهم يعني ومنتج، هيتعلم بنظام الورش القديمه اللي هو اسطى ومعلم وصبي. مش بيعلموا بس الحرفه، لا بيعلموا الاخلاقيات، بيعلموا ازاي يبقى نظيف، ازاي يعرف العده، ازاي يوضبها، بيشربوا الصنعه زي ما بيقولوا. بالظبط، بيشربوا الصنعه. فده ده الحاجات اللي الناس المفروض لازم تتفتح مخها له يعني. هو طبعا ده الناس هتخاف ان كده بنشجع الشباب ان هم يسيبوا المدارس. ما انا بقول لك هم كده كده ما بيروحوش، ما يروحش خلاص. طب دي المشكله، انما انت عندك الليسته بتاعت الطلبه اللي في مدرسه ما، بصيت لقيت في 50 واحد ما راحوش خالص طول السنه او ما بيروحوش. بتحاول معاهم مره واثنين، تعالى خش، ما بيروحش. مش افيد انك انت تعلمه حاجه، بس بشرط ان اللي ياخد صبي من دول لازم يمحوا الاميه بتاعته. صح. والا يبقى مش يبقى بنعمل حاجه عكسيه يعني. صح، ده حقيقي. يعني على ذكر مثلا لسه كان الاسبوع اللي فات يعني شفت 3 شباب سن متفاوت من 13 ل 15 سنه، ال3 ما بيروحوش المدرسه، وال3 يعني بيقول مثلا ده في اعداديه ما بيعرفش يقرا ويكتب. طب اشتغل يعني، خلاص لو انت مش عايز تروح المدرسه خلاص اشتغل، خليك منتج على الاقل، ما تبقاش عايله على المجتمع، ما تبقاش عايله على اهلك. احنا ما بنشجعش ده، بس يعني الناس اللي خلاص كده مش هيتعلموا او مش عايزين يواصلوا في التعليم، ده حل تاني، وهتسيب فرصه لغيرك اللي عايز يتعلم هو اللي يدخل المدرسه ويستفيد. دكتوره نوال، احنا بنشكر حضرتك، نورتينا النهارده في 10 الصبح، وان شاء الله باذن الله نلتقي من خلال لقاءاتك. شكرا باذن الله. هنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع نواصل لقائنا، فقرتنا القادمه على قصر البارون، وهيكون لقائنا مع دكتور خالد سعد.